من غير لحمة أو فراخ أو كمان أي نوع مرق. هنحضر المحشي بخلطة جبارة تجيب آخر الشارع. خلطة تحفة ومفيش أسهل من كده. هجيب في الأول الكرنب وبقور الجزء بتاع العمود الناشف اللي فيه، وفي مية بتغلي على النار ما بضيفش فيها أكتر من شوية من الكمون والملح. ما بضيفش سكر ولا لبن ولا ملح ليمون ولا أي حاجة، هو الكمون والملح بس. وابتدي أنزل فيها بالكرنباية أو الملفوف، وهغطسها كده من كل الجوانب علشان المية تدخل جواها وتساعد ان الورق يبتدي يفك. اول ما نلاحظ ان الورق ابتدى يفك كده من الجوانب بيبتدي يفك واحدة واحدة. مفيش دقيقة بعد ما يفك، يعني تقريبا نص دقيقة وبشيله. واكون مجهزة جنبي مية باردة، مش من التلاجة بس مية باردة، وببتدي انزل فيها بالورق علشان يوقف التسوية بتاعته. لو طلعنا ورق الكرنب فوق بعضه من غير المية دي هيستمر في التسوية بتاعته وهيتهري، مش هيكون بالسوى المظبوط اللي احنا مطلعينه بيه من المية. وبعد ما بطلعه في المية دي باخده بعد كده في مية تانية وبغسله كويس جدا تحت الحنفية. مهم جدا ان احنا نغسل ورق الكرنب، ما نكتفيش بسلقه في المية المغلية بس. واحدة واحدة كده بستمر بنفس الطريقة لحد ما اخلص كل كمية الورق اللي معايا. ما شاء الله الكرنباية دي كانت صغيرة بس اللهم بارك مليانة ورق. فهستمر بنفس الطريقة لحد ما اخلصها كلها. وكل ما الطبق اللي جنبي ده بيتملي باخده بعد كده افضيه في ميه تانية، وبجيب ميه نضيفه بعد ما اخلص كل الكميه بسيبها في مصفى. الورق الكرنب بسيبه في مصفى عشان يصفي اي ميه زياده فيه بعد ما بردناه وغسلناه كويس جدا. وفي الكبه معايا 3 بصلات فرمتهم، كمان ضفت عليهم قطعه من اللي هي مقطعاها صغير، وكمان فلفل سبايسي علشان نحضر خلطه المحشي. هفرمهم مع بعض كويس جدا في الكبة. كمان ممكن تبشروا البصل او تقطعوا على ايدكم قطع صغيرة مكعبات صغيرة زي ما تحب. في حلة على النار هضيف فيها من 3 ل4 معالق كبار من الزيت، وكمان تقدروا تستخدموا سمنة لو حابين. اول ما الزيت يسخن هنزل عليه بالبصل واللية والفلفل السبايسي اللي احنا فرمناهم مع بعض، وبشوحهم علشان يعني تاخدوا خلطة محشي خفيفة ومسكرة طعمها حلو مش تقيلة. ما تحمروش البصل خالص، انا بشوحه بس، يعني يدوب بس البصل يدبل زي كده. خلاص ببتدي بقى اكمل باقي الخلطة. ضفت عليه معلقة كبيرة من التوم. شايفين التوم وانا بضيفه ابيض وحلو ازاي؟ ده التوم اللي انا خزنته معاكم، لا اصفر ولا اخضر ولا ريحته غيرت ولا اي حاجة. اللهم بارك، تحفة. وهيفضل ان شاء الله لاخر الكمية لحد ما اخلصه بنفس الطريقة. شوحت كمان التوم مع الكلام ده كله لحد ما اشم ريحة التوم، كمان مش هحمره. هبتدي اضيف التوابل من كل حاجة كده معلقة صغيرة: كمون، فلفل اسود، كزبرة، وكمان 7 بهارات او بهارات اللحمة المتوفر عندكم، مش اكتر من كده. يبقى البهارات اللي انا استعملتها او التوابل اللي استخدمتها: كمون، فلفل اسود، كزبرة، 7 بهارات. قلبتهم مع البصل والثوم لحد ما اشم ريحتهم بس كده تشويحة بسيطة. بعد كده هضيف عليهم معلقة كبيرة من صلصة الطماطم او معجون الطماطم، وهشوحها كمان كويس جدا. تقدروا تستغنوا عنها لو مش حابين تستخدموها، بس هي بتعزز لون الخلطة بتاعتنا كده. بعد كده هضيف عصير الطماطم. عملت 2 دورق من الخلاط عصير طماطم ضفتهم على الكلام ده كله. وهضيف دلوقتي الملح وهغطي، وكده الخلطة بتاعتنا جاهزة. وهسيبها بقى لحد لما تتسبك كويس جدا، مش عايزة يكون فيها مية زيادة. اهو نعرف منين الخلطة اتسبكت؟ بتنطر الايدام بتاعها على الوش او الدهون بتاعتها بتبتدي تطلع على الوش، شايفين تقولها عامل ازاي؟ تحفة. هركنها دلوقتي تبرد، ولحد لما تبرد هنقطع ورق الكرنب. بجيب ورق الكرنب بعد ما صفى كل المية الزيادة اللي فيه، وبرصه كده فوق بعضه، ظهر الكرنب ظهر الورق لتحت والوش لفوق. وببتدي اقطع العروق التخينة اللي بتكون في نص الورقة زي كده اهو، ومش هرميها، هنحتاجها برضو معانا. وببتدي افرد الورق كويس، يعني اتأكد ان هو مفرود كويس جدا قبل ما اقطعه، مفيهوش اي تنيات. وعلشان الورق بتاعي صغير هقطعه نصين بس مش اكتر من كده اهو. هنلاحظ هنا ان الورق كله ما شاء الله مقاس واحد، والورق قسم نفسه. لو هنشيله في الفريزر نقدر نسلق الكرنب ونشيله في الفريزر بنفس الطريقه اللي احنا يعني اشتغلنا بيها. بقطعه كده وبرصه فوق بعضه، الورق بيكون مفرود فوق بعضه، وبشيله في كيس تلاجة، في علبة، في اطباق، زي ما تحبوا.
لكن لو هنشتغل بيه على طول انا بسيبه بطوله، وانا بحشي ببتدي اقطع فيه على قد الورقة اللي انا هحتاجها. هنشوف دلوقتي مع بعض. هستمر بنفس الطريقة لحد ما اخلص كل الكمية. ما شاء الله الطريقة دي يعني بتخلي الكرنب معانا او ورق الكرنب بيخلص بسرعة، ما بياخدش وقت خالص. احنا مش بنقطع فيه ورقة ورقة، يعني احنا بنقطعه ورقتين 3 4 فوق بعض، فعشان كده بيخلص بسرعة. بعد ما خلصت كل الكمية هنحضر باقي الخلطة. غسلت رز مصري، غسلته كويس جدا وصفيته من اي مية زيادة فيه، وضفت عليه الخضرة غسلينها كويس جدا مرة واتنين وتلاتة بالخل، ومصفياها ومقطعاها. دي خضرة مشكلة، بقدونس وكزبرة وشبت. انا بحب الخضرة زيادة فيه شوية، وهضيف عليهم التسبيكة اللي احنا حضرناها بعد ما بردت. لو حاسين ان تسبيكة كتيرة شوية بنضيف نصها، وبعد كده بنشوف هنحتاج ايه تاني. ومعايا معلقة صغيرة من النعناع الناشف، فركتها بايدي وضفتها على المحشي، بتدي تست تحفة. وقبل ما اضيف التسبيكة على المحشي شلت منه معلقة على جنب. هنشوف دلوقتي هنحتاجها في ايه. بعد ما قلبت التسبيكة كويس وظبطنا الملح بتاعها، اهم حاجة نظبط الملح بتاعها. وانا بحب الخضرة تكون زيادة كده في المحشي، بتعزز الطعم، تخلي طعمه تحفة. في الحلة اللي احنا عملنا فيها التسبيكة ما غسلتهاش، انا بحب اسبك للمحشي في الحلة اللي هحشي فيها. ضفت فيها معلقة واحدة من الزيت كده في قاع الصينية، وهضيف عليها شرايح او ترانشات من البصل والطماطم. طماطمية واحدة وبصلاية واحدة قطعتها وضفتها في قاع الحلة. وهضيف كمان عليهم عروق الكرنب اللي احنا قطعناه. هنا بتحمي المحشي من ان هو يتلسع. وبعد كده هبتدي الف المحشي. هاخد الورق، لو في ورق اخضر بناخده في الاول وبنحشيه في قاع الحله، وبعد كده بنبتدي نشتغل بالورق الافتح. الورقه بنخلي الجزء الخشن لجوه والناعم لبره، زي ورق العنب بالظبط. اهو بلف لفتين او 3 وبقطع على قد صباع المحشي. ونراعي واحنا بنحشي ان احنا ما نكترش الرز زياده، علشان يكون يعني في التسويه شكله حلو، والورق ما يتقطعش مننا ويخرج يعني والرز يخرج منه، يعني مش هيبقى شكله لطيف. اهو. واحنا بنسلق الكرنب كمان نخلي بالنا ان احنا ما نهريش الكرنب قوي، خصوصا الايام دي الورق بيستوي بسرعه قوي، فنخلي بالنا نخلي فيه عضه كده بسيطه علشان ما يتهريش مننا في التسويه. اهو استمر بنفس الطريقه لحد ما اخلص كل الكميه. ولو عندكم بقى كام واحده فلفل اخضر بارد، لو حشيتوها مع الكرنب بتدي ريحه تحفه للكرنب وهو على النار. هستمر بقى بنفس الطريقة لحد ما اخلص كل الحلة بتاعتي. بعد ما خلصت المحشي هبتدي احضر التسقية بتاعته. انا ما عنديش اي نوع مرقة، هغلي مية وهضيف فيها معلقة من التسبيكة اللي احنا شلناها على جنب. ممكن تضيفوها على المية او ممكن تضيفوها على وش المحشي وبعد كده تسقوه بالمية بس. وطبعا احنا مظبطين الملح بتاعها، فانا مش هضيف اي ملح تاني. وهضيف على وش المحشي كده طبق كبير يناسب طبعا مقاس الحله اللي احنا حشينا المحشي فيها او هنسوي المحشي فيها، وببتدي اسقيه بالميه دي. بس ما بننزلش بيها مره واحده، شويه شويه، وبحرك الحله علشان اشوف مستوى الميه وصل لفين. ده مهم جدا علشان المحشي ما يعجنش مننا. احنا عايزينه مستوي كويس، بس في نفس الوقت الرز يعني جوه صباع المحشي يكون مفلفل كده وحلو. هشيل دلوقتي الطبق علشان اوريكم مستوى المية المفروض يكون واصل لفين. اهو شايفين اخر سطر من المحشي نصه باين، يعني المية مغطية نص اخر سطر من المحشي. هرفعه دلوقتي على النار، وفي الاول بتكون نار عالية لحد ما يغلي ويتشرب كل السوائل اللي فيه. بعد كده بشيل الطبق وبهدي النار وبغطيه لحد ما يكمل التسوية بتاعته زي ما بنسوي اي نوع رز، بس الفرق ان احنا هنا مش هنقلب. بس كده. وهنا المحشي بتاعي بعد ما استوى ما شاء الله اللهم بارك، الريحة تحفة وطعمه رهيب. ان شاء الله تجربوه بنفس الطريقة ويعجبكم. ربنا يحسن يا رب ما بين ايديكم بألف هنا وشفا يا رب لكل حد يجربه بنفس الطريقة. ما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو، ومتابعة للصفحة، وهستنى رأيكم في الكومنتات ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.